السلام عليكم في البداية بس لو أنت من الناس اللي بتحب تفطر خفيف على الصبح كده فالفيديو ده ليك أو الطريقة دي ليك مش هتفرق، ولو أنت من محب البقسماط برضه فالفيديو ده ليك مع كوباية الشاي على الصبح كده الجميلة وشوية البقسماط الجامدين اللي قدامكم دول اللي هما معمولين في البيت وبمكونات اقتصادية جدا جدا. أنا بأربع كوبايات من الدقيق بس عملت الكمية الجامدة اللي قدامكم دي، وتقريبا كده في نص ساعة تقريبا الحوار ما بياخدش كتير، وعشان كيلو اللبن اللي بقى ب15 جنيه فالوصفة دي يا صاحبي ما فيهاش أي لبن خالص. ودي كده كانت حتة عجينة فضلت من البقسماط، فأنا قُلت أكيد مش هارميها، فجبتها كده وحاولت أعملها على شكل وردة، بس أنا مش عارف يعني دي وردة مكانها في البستان، ما علينا. بعد ما خلّصت كده وقُلت أجرّب أشوف البقسماط ده عامل إيه، فدُقت طعمه كده وكان طعمه جامد، وده كان شكله من جوّه، ما يختلفش كتير عن اللي برّه، الفرق بينه وبين اللي برّه إن هو معمول بطريقة نضيفة وبإيدك وفي البيت ومضمون جدًا. وكالعادة قبل ما أبدأ الفيديو لو أول مرّة بتتفرّج عليَّ، فأنا اسمي محمد الشواتفي، فما تنساش اللايك والشير وتتمنى لنا من قلبك الخير، وما تنساش الاشتراك في